اللصوص سرقوا 90 طنا من سبايك ذهب. علشان يسهلوا نقلهم قاموا بسيحوا الذهب وصبوه في ميه، فبقى على شكل كور ذهب صغيره. لحد اللحظه دي كانوا سيحوا اكتر من طن. كل حاجه كانت ماشيه زي ما اتخطط، لكن بن اللي كان بيراقب من بره البوليس اكتشفوا. ما كانش قدامهم حل غير انهم يهربوا فورا، بس ما عرفوش يضحكوا على الشرطه ويتخلصوا منهم، ومن كتر اليأس دخلوا غابه وكملوا مشي على رجليهم. بن قال لليزا تستخبى فوق شجره وهو هيشغل البوليس عنه، بس ما كانش متوقع ان ليزا ما تعرفش تطلع شجره. ولما شاف ان الشرطه قربت ما لقاش حل غير انه يستخبى في كوخ قريب. وقتها كانت قوات كبيره من الشرطه وصلت. بن كان عارف انه ما ينفعش يفضل يضيع وقت اكتر. قال لفريقه يلا بينا نفعل خطه الطوارئ. الخطه بقى جاك فاهم ان في كارثه جايه، علشان ده كان البروتوكول في اقصى حالات الطوارئ. بعدين طلعوا جهاز GPS وميكروفون من جسم واحد من افراد العصابه. طلع انهم كانوا شاكين فيه من بدري وكانوا متوقعين انه يخونهم. الدكتور حط الجهاز في حاويه وبدا يمثل كانهم بيحفروا نفق بماكينه وكانهم بيحاولوا يهربوا. الشرطه اتلخبطت خالص. الكولونيل امر بتتبع الاشاره فورا، وفي نفس الوقت اللصوص ركبوا الجهاز على فران حيوان صغير وسابوه يجري في ماسوره. ولما الكولونيل شاف ان الاشاره بتتحرك تحت الارض امر يحاصروا المكان كله. بن قدر يفلت على الاقل مؤقتا، بس لما فرقه السوات لقت الجهاز اتلخبطوا تماما. والكولونيل لما فهم انهم اتخدعوا اتجنن وقال انه لازم ياخد بطاره. البوليس جاب ابن واحده من العصابه للمكان زي ما كانوا متوقعين. الام اتاثرت جدا، وفجاه قناص ضربها من فوق ووقعت. وهما بيحاولوا ينقذوها الشرطه هجمت تاني. فريق العصابه كان خلاص على وشك الانهيار. وفي الوقت ده بن كان بيواجه مشكله جديده. البوليس اعلن عن مكافاه 10 ملايين عليهم. ليزا اتكشفت من واحد ساكن في المنطقه. يا ترى هتعرف تهرب؟